يا هلا والله بالنور كله، شخباركم؟ إن شاء الله تكونون مروقين ومبسوطين وأموركم تمام التمام، الله لا يحرمني منكم. قبل لا نبدأ قصتنا لا تنسون اللايك والشير وتنضمون لعائلتنا الصغيرة، وبس صلوا على الحبيب ويلا نبدأ. يقول صاحب القصة: أنا ولد واسمي ناصر وعمري الحين 31. تربيت في بيت بسيط. أبوي الله يرحمه يوم كان على فراش الموت ناداني وقال بصوت خفيف: ناصر، دير بالك على أمك وأختك الصغيرة، لا تخليهم يحتاجون أحد. كنت واقف جنبه ماسك يده، قلت: أبشر يا يوبا، ما راح أقصر فيهم، وهذا وعد مني لك. ابتسم وقال: عارفك رجال، الله يوفقك يا ولدي. وبعدها سكت صوته. قسم بالله ذاك اليوم كأنه أخذ معاه نص مني. من بعدها صرت أنا اللي أتحمل كل شيء. أمي كانت دايم تقول: يا ابني لا تتعب نفسك بالشغل، ما نبي إلا راحتك. أنا كنت أرد عليها وأنا أمسح العرق من وجهي وأقول: أمي دام أنتم بخير أنا بخير. خلصت دراستي بس ما لقيت شغل، قدمت بكل مكان ما حد رد علي. لين في يوم كلمني فيصل اللي هو صديقي وقال: ناصر تعال المدينة الثانية، في ناس في الميناء يمكن يلقون لك فرصة. أنا قلت وأنا متردد: ما أعرف أحد هناك يا فيصل. قال لي بثقة: رزقك مو هنا، تعال وجرب حظك، إيش تخسر؟ وفعلا ثاني يوم كنت بالمحطة. أمي كانت واقفة عند الباب يومها، مسحت دمعتها وقالت: لا تطول علينا يا ولدي، بيتنا بدونك ما له طعم. أنا قلت وأنا أحاول أبتسم: خلاص يا يمه. وصلت المدينة وكانت كبيرة وغريبة علي، كل شي فيها يمشي بسرعة، حتى الناس ما تلحق تسلم. دلني فيصل على شيخ كبير يشتغل في الميناء وقال: هذا رجال محترم ويفتح بيوت كثير، لا تضيع فرصتك. دخلت عليه، كان جالس بمكتبه يراجع الأوراق. رفع راسه وقال: خير يا ولدي، ايش تبي تشتغل؟ أنا قلت: أي شي عمي، المهم أصرف على عيلتي. قالوا يطالعني: تبي تتعلم ولا بس تشتغل وتاخذ راتب؟ أنا قلت بدون تفكير: أبي أتعلم، أبي أكون عند حسن ظنك. ضحك وقال: زين، تعال من بكرة وخلنا نشوف إيش فيه. ومن ذاك اليوم وأنا أتعلم منه كل شي جديد. كان دايم يقول: اشتغل وأتقن شغلك وشوف ربي كيف حيوفقك. مرت الأيام وحياتي بين الورشة والسكن. في يوم شافني الشيخ وقال ويشير لي بيده: ناصر، ليه تبات بعيد؟ بيتنا ترى قريب من الورشة، تعال بيت عندي، المكان أوسع وأريح. أنا ابتسمت وقلت: ما ودي أضايقكم يا عم. رد علي بابتسامة أبوية وقال: أنت ما تضايق ولا شيء، ترى أنت مثل ولدي. يوم سكنت عند الشيخ خصص لي غرفة قديمة في بيته، بس والله يهتم فيها زين. قالوا يوريني الغرفة: ترى هذه غرفتك يا ولدي، بسيطة بس مريحة، إذا ناقصك شيء قل لي. أنا قلت وأنا متردد: يعطيك العافية يا عم، والله ما ودي أضايقك، أنت ما قصرت. ضحك وقال: أنت ما تضايق ولا شيء، وجودك ترى بركة. كنت أحس بالخجل، ما تعودت أنام ببيت غير بيتنا، خصوصا وأنا بعيد عن الناس وأجواء السهر. حياتي كانت بين الورشة والغرفة، وكل شهر أول ما أستلم الراتب أجهز شنطتي وأسافر لأمي وأختي. ما أقدر أوصف فرحتي يوم وصلت لبيتنا. أول ما فتحت الباب أختي الصغيرة صرخت وقالت: ناصر، وجت تركض وتعانقني كأنها ما صدقت إني رجعت. أمي طلعتني بعينها مليانة دموع وقالت: الحمد لله أنك رجعت بالسلامة. بعدها على طول دخلت المطبخ وكملت تطبخ الأكل اللي أحبه. لحقت المطبخ يومها وقلت: ارتاحي يا يمه، خليه علي، ترى أنا لسه جاي. ردت وهي تبتسم وقالت: اسكت، كيف تبيني أقعد وأنا من زمان ما شفتك؟ وفعلا بعد العشاء فرشت لي فراش نظيف وجلست جنبي وقالت: يا ولدي ناصر، ربي ما يضيع تعبك وشقاك. رديت عليها وقلت: الله يسمع منك يا يمه، وخذي ترى هذا مصروف الشهر. ردت بسرعة وقالت: لا خليهم عندك، أنت محتاجهم أكثر. أنا قلت لها بابتسامة: ترى أنا رجال البيت والمصروف واجب علي. هزت راسها ابتسامة، بعدين قالت: إحنا بخير دامك بخير، خذ راحتك وجمع فلوسك عشان تفرح بحياتك، وإذا تبي تفرحني تزوج يا ابني. أنا قلت بدون اهتمام: أيوة إن شاء الله يا يما قريب. يومها بدت تتكلم عن بنت خالتي وأنها إيش حليلها وحلوة وكذا، بس أنا كنت أشوفها مثل أختي. فقلت لها: يما أنا ما أبي بس أتزوج، أبي بنت تكون شريكتي في كل شيء، مو بس زوجتي. ضحكت وهي تقول: اللي نعرفها أحسن من اللي ما نعرفها يا ناصر. بس يومها أنا هزيت راسي برفض وقلت: لا يا يما، انسي هذا الموضوع. شافتني بحزن يومها وما رضت ترد علي، قامت على طول وخرجت من الغرفة. أنا نظرتها باستغراب بس ما اهتميت وكملت أقلب جوالي. الشغل ما كان سهل، تعب وغربة وليل طويل، بس كنت دايما أقول لنفسي: اليوم أتعب وبكرة أفرح، الرجال يعرفون بالصبر.
جمعت فلوس شوي شوي وبنيت بيت جنب بيت أبوي. أذكر أول يوم أمي شافت المطبخ قالت العروس اللي بجيبها لازم تقعد معاي بنفس المطبخ. أنا قلت وأنا أضحك لا يا يمه ترى كل واحدة بمطبخها. بس بعدين يوم شفتها زعلت قلت خلاص نخلي المطبخ واحد. وفعلا كبرت المطبخ وضميت مساحته للصالة وصار بيتنا أكبر من مكان، والغرفة اللي كنت أنام فيها عطيتها لأختي. بديت أحس إن كل شي صار جاهز، ما بقى إلا أدور على بنت الحلال. وفي يوم وأنا راجع من الشغل لمحت واحد من زملائنا في الميناء واقف مع بنت. نزلت من السيارة وسلمت عليه قلت ها يا أبو راشد ما جيت شغل اليوم؟ ضحك وقال لا والله طلبت يومين إجازة بكرة بنتي تتخرج من الجامعة. قلت وأنا طالعها بابتسامة الله يتمم لها. ما شاء الله تبارك الله والله يا جماعة أول مرة بحياتي أحس قلبي يدق بهالشكل. ابتسامة بالبركة عليها يا عم خالد الله يهنيها ويوفقها. ضحك وقال تسلم يا ناصر. رجعت البيت بس والله من ذاك اليوم عقلي ما ارتاح. كل شوي صورتها تمر بخيالي وطريقتها وهي تبتسم ما تفارقني. حتى الشيخ لاحظ علي وكنا في الورشة يومها قال ناصر إيش فيك مو متعود أشوفك سارح كذا. أنا قلت له أنا أحاول أغير الموضوع ما في شي يا عم بس أفكر شوي. قالوا يطلعين ابتسامة خفيفة تفكر في بنت صح؟ أنا ضحكت بخجل وقلت يمكن هيك شي. قال تبيني أساعدك عندي معارف ندور لك على بنت. أنا قلت بسرعة إيوه إذا تقدر بس بصراحة في بنت عجبتني. رفع حاجبه وقال ها منو؟ أنا قلت بسرعة وأنا أحاول أتهرب من نظراته بنت عمي خالد. قال مستغرب خالد اللي يشتغل معانا وين شفتها؟ أنا قلت يوم كنت راجع من الشغل شفته هو وبنته قال أنا رايح تتخرج من الجامعة وشفتها هناك. ابتسم وقال ما شاء الله خالد رجال طيب إن شاء الله بناته مثله. بعدين قالوا يعدل شماغه بسألهم ورد لك الخبر. مرت الأيام مرة ثقيلة. أسبوع كامل وأنا عايشة على أعصابي لا أكل زين ولا أنام. كنت أفكر وش راح يصير لو رفضتني أو ما تبي تروح معي المدينة. حتى الشيخ لاحظ وجهي وتعبي وقال اصبر يا ناصر اللي كاتبه الله بيصير. وبعد كم يوم جاني الشيخ وهو مبتسم وقال خالد وافق يقابلنا. وسأل بنته وأمها وقال بيرجع لي بالخبر. قلبي وقتها دق بقوة ما تنوصف. وفعلا بعد يومين جاني الخبر اللي كنت أنتظره. الشيخ دخل الورشة وقال لي بابتسامة واسعة حياك الله خالد هو موافق. أنا يومها قسم بالله طرت من الفرح على طول رحت للسوق شريت لبس جديد وقلت لأمي يمه جهزي نفسك بنروح نخطب. هي يومها قالت هي مصدومة منو؟ أنا قلت لها ونضحك بنت عمي خالد. أختي الصغيرة قعدت تصرخ من الفرح أخوي بيتزوج أخيرا راح أصير عمه. سافرنا للمدينة ووصلنا بيتهم العصر. اتصلت بعم خالد قال ترى أنا ساكن بالزاوية البيت الثالث بعد المسجد. ويوم وصلنا استقبلونا استقبال والله ما توقعته. أمها كانت تضحك وقالت تفضلوا ترى البيت بيتكم. جلسنا وسووا جلسة الشوفة الشرعية. دخلت هي لابسة عباية بسيطة ووجهها طفولي وناعم. قلت وأنا أحاول أفتح موضوع ترى أنا ناصر وأشتغل بالميناء ترى أنا تخصصي غير بس رزقي لقيته هنا. قالت بصوت ناعم ما شاء الله عليك الله يوفقك. سألتها عن دراستها قالت أنها متخرجة من كلية الإعلام وناوية تشتغل. أنا قلت لها ترى ما عندي مانع بس المدينة اللي أنا فيها شوي صعب تلاقين فيها شغل. قالت بابتسامة صغيرة ما في مشكلة ربنا يسهل. أنا كنت مبسوطة بشكل ما ينوصف. بس أمي كانت ساكتة طول الوقت ما بينت مشاعرها. أما أختي طول الطريق ترجع تمدح فيها وتقول إن شاء الله تصير أختي قريب خلاص. أنا ضحكت وقلت الله يسمع منك. وبعد كم يوم تقدمنا رسمي وسوينا الملكة. أهلها ناس طيبين جدا ما طلبوا شيء وكل شيء تم بسهولة. شريت لها على قدي وكنت دايما أزورها بالمناسبات فقط. كل مرة أقدم هدية بسيطة وأمشي ما أحب أطول. اتفقنا نتزوج بالصيف وكان هالكلام سنة 2015. وقتها الكل وقف معي أولهم الشيخ اللي كنت أعتبره مثل أبوي. رتبنا كل شيء وتم الزواج بحمد الله. بعد الزواج اتفقنا أنها تسكن مع أمي وأختي وأنا أرجع للشغل في المدينة الثانية. كنت أجي نهاية الأسبوع بس وأجلس معاهم يومين وأرجع للشغل. كل مرة أرجع البيت وأشوفها أنسى تعب الأسبوع كله. يوم أجي نهاية الأسبوع كانت أمي ونورا يستقبلوني استقبال حرفيا يشرح الصدر. ضحك وسوالف وأكل مرتب. بس بعد فترة بديت أحس أن أمي مو مثل قبل. كل ما أسألها يمه فيك شي ترد علي وهي تبتسم ابتسامة باهتة وتقول أنا بخير مثل ما كتب لي ربي.
لو كنت بتفكر في راحتي كنت أخذ بنت أختي. كنت أستغرب من جوابها بس ما كنت أحب أضغط عليها، خصوصا أن الويكند يطير بسرعة ما ألحق أجلس معاهم زين. وبعد شهرين تقريبا نورة بشرتني أنها حامل. والله فرحت، حسيت الدنيا صارت أوسع. حتى نورة كانت مبسوطة مرة، بس أمي وجهها ما تغير، لا فرحت ولا علقت كأن الموضوع ما يعنيها. أختي بدأت تتلمح لي كل فترة وتقول ناصر ليه ما تدور لك بيت قريب من شغلك، خذ زوجتك وعيشوا لحالكم أبرك لكم. أنا كنت أرد عليها وأقول شلون أترك البيت بدون رجال، أنت تمزحين؟ بس هي كانت دايم ترد وتقول أنت الحين متزوج مو عزوبي وزوجتك مو خدامة عند أمي. أنا كنت أضحك وأقول يا بنت الحلال، البيت صغير وما في شغل كثير، ترى نورة مرتاحة. بس بعد فترة لاحظت نورة وجهها حزين ودايم ساكتة. قلت لها يوم نورة وأنا في الشغل تحسين بالضيق؟ سكتت ودموعها نزلت على طول. وقتها حسيت بشيء مو طبيعي، قلت إيش رأيك كل ما أروح الشغل أوصلك عند أهلك، وإذا رجعت نهاية الأسبوع أرجعك معي. فرحت بس قالت بخجل اسأل أمك أول تخاف تزعل. أنا قلت لها ما يحتاج أستأذن، أنتي زوجتي وأنا أقرر. وفعلا صرت أوديها عند أهلها كل أسبوع وأرجعها معي نهاية الويكند. بس أمي تغيرت أكثر، صارت تنظر لي نظرات زعل، وفي مرة قالتها بصريح العبارة جات الغريبة وخذتك منا. أنا قلت لها يما إيش غريبة وإيش أخذتني، هي ترى زوجتي، بالعكس أنا أجي كل أسبوع، إيش ناقصكم؟ ومن يومها حتى السلام ما صارت تبادر فيه لزوجتي ولا تبي تكلمها بعد. أنا قلت لنورة اصبري إن شاء الله تتغير وتحبك مع الوقت. بس ما تغير شيء، وأختي كانت تحاول تصلح بينهم، تقول ترى خفف عليها شوي، الحريم يغارون بسرعة. مرت شهور وصار الحمل يتعب نورة، فقالت أختي ليش ما تخليها عند أمها لين تولد، هناك أريح لها والمستشفى قريب. وفعلا سويتها ووديتها لأهلها، ولدت هناك. أنا قلت لأمي يما يلا نروح نزورها، قالت ترى بيتهم بعيد وأنا ما أبي أبيت عند النسايب. أنا قلت بس شوفي حفيدك، ردت ببرود وقالت ما أبي الله يهنيكم فيه. وقتها سكت وقلت خلاص لما ترجع أسوي عزيمة لنورة وأفرحها فيها، هذا أقل شيء أقدر أسويه. بس ما قلت لأمي على العزيمة، خفت تزعل أكثر. صرت أزور نورة كل أسبوع في بيت أهلها، أجلس ساعتين ثلاث وأرجع للشغل على طول. مرت الأيام ووصل ولدي عمر 3 سنين، بس المشاكل كبرت، صرت بين نار أمي ونار زوجتي. ذاك اليوم اللي ما نسيته، كنت راجع من الدوام وتعبان وراسي مرة يوجعني. أول ما دخلت البيت سمعت صوت نورة من المطبخ وصوت أمي من الصالة كانوا يتهاوشون، وأنا قلبي انقبض على طول. مشيت بخطوات سريعة قلت وش السالفة؟ أمي التفتت علي بعصبية وقالت اسأل زوجتك، هي اللي رفع صوتها علي. نورة ردت بسرعة وهي تمسح دموعها وقالت أنا ما رفعت صوتي، بس ما تقبلت الطريقة اللي كل يوم تكلمني فيها. أنا قلت وأنا أحاول أسيطر على الموقف اهدوا شوي، إيش اللي صار بالضبط؟ أمي قالت على طول اللي صار أنها ما تبيني أقول رأيي في شيء يخص البيت، تقول خلاص البيت بيتها وأنا غريبة. نورة تنفست بغضب وقالت ما قلت كذا، قلت أن بعض الأمور تخصنا أنا وناصر مو لازم تتدخلين فيها. وقفت بينهم أحاول أتكلم بهدوء وقلت نورة أمي نيتها زينة بس يمكن أسلوبها عصبي شوي، لا تكبرين الموضوع. لكن يومها ردت بحدة وقالت ناصر كل مرة تقول نفس الكلام، أنا وش عني؟ أنا إنسانة بعد. سكتت أمي بعدين قالت شفتها هذه اللي اخترتها على كلامي من أول. أنا حسيت الدم يغلي فيني، قلت يمه لا تخلينا نكبرها تكفين. بس نورة فجأة قالت كلمة كسرت كل هدوئي، قالت يمكن لو كنت تسمع لي من البداية ما كنا وصلنا لهالمرحلة. أنا طالعتها وقلت بحدة إيش تقصدين؟ أني مقصر؟ نورة لفت علي بسرعة وقالت بصوت مرتفع إيوه مقصر، كل مرة تقول لا نكبرها علشان تتهرب. أنا شديت من لهجتها وقلت بهدوء نورة انتبهي لكلامك. قالت وهي تضحك بمرارة إيش يعني؟ أقول الحقيقة إنك ما تعرف توقف موقف رجال، كل مرة ساكت وكل مرة تمشي كلام أمك حتى لو ظلمتني. أمي صاحت من وراي وقالت سمعت هذا جزاتي بعد كل اللي سويته لها. أنا رفعت يدي وقلت يمه تكفين خليه بيني وبينها. رجعت أناظر نورة وقلت بصرامة احترمي نفسك، لا ترفعين صوتك قدام أمي. هي قالت بحدة احترم نفسي وأنا عايشة بينكم؟ والله إني أستحي منكم وأستحي إن أمك بتصير جدة ولدي. هون حسيت كل شيء انفجر فيني، قلت بصوت عالي إيش قلتي؟ قالت وهي واقفة قدامي بكل تحدي إيوه أستحي.
لأنها ما احترمتني يوم ولا أنت وقفت معي يوم. رجال وش فيك؟ ما عندك كلمة؟ كل حياتك تسكت وتخلي الناس تمشيك. صمت لحظة وعيوني فيها نار، ما كنت متخيل أسمع ذا الكلام منها. أمي قالت هي تبكي. يا ولدي شفت وش تقول؟ نورة ردت عليها وقالت أنتي من أول يوم ما تبغيني له، الحين وش تبيني أسوي؟ أضحك وانبسط. أنا قلت وأنا أتنفس بصعوبة كلكم خلاص يكفي ما عاد أقدر. نورة قالت بصوت مكسور بس مليان غضب، اللي ما يقدر على مسؤوليته يطلق ويرتاح، يمكن تلقى لك حرمة تمشي على كلام أمك زي العادة. أنا نظرت فيها نظرة طويلة وقلت بهدوء عجيب حتى أنا استغربته. تمام يا نورة مثل ما تبين. هي قالت باستغراب إيش تقصد؟ قلت وأنا أرفع صوتي شوي قصدي إني أطلقك، واضح أنك ما تبغين تعيشين معي ولا تبين أمي. أمي صاحت بكذب وقالت يا ولدي تقول كذا يمكن غلطت بس. أنا قلت وأنا قاطع كلامها لا يا يمه الموضوع انتهى، أنا اللي غلطت لأني ظنيت أن الزواج يقدر يكمل بهالطريقة. نورة كانت واقفة وملامحها ما بين صدمة ووجع. قالت بخفوت من جدك؟ أنا ما قدرت أرد بس سحبت نفسي ودخلت غرفتي، سكرت الباب وجلست على طرف السرير. ذاك اليوم انتهى كل شيء بيني وبينها، مو لأني ما أحبها بس لأني فقدت الاحترام اللي كان بيننا ومعاه فقدت نفسي للأبد. رجعت نورة مع ابني عند أهلها وصار أبوها متقاعد، ما صرت أشوفه مثل قبل، وكل ويكند أروح أجيب ولدي وأرجعه بعدين. وفي يوم رحت كالعادة أبي آخذه، طلع لي أبوها وولدي معاه وشنطتين كبار بيده. قال بهدوء شوف يا ناصر بنتي مريضة وما حد تقدر تربي الولد، خذه معك ولا نبي منك شيء. أنا تفاجأت بس فرحت بنفس الوقت لأني كنت أبي ولدي يعيش معي. رجع ولدي البيت وأمي وأختي اهتموا فيه كأنه ابنهم. كنت أسأل أمي أحيانا وأقول يما أمه ما تجي تشوفه، بس كانت ترد لا يمكن تزوجت وخلاص نسته. أختي كانت تقول ناصر وده لأمه يمكن ظروفها صعبة. أنا كنت أرد عليها وأقول لسه تدافعين عنها. ومرت سنين لين جاء يوم نزلت فيه إجازة. ذاك اليوم شفت نورة وأبوها نازلين من سيارة وملامحهم مرة تعبانة. سلمت عليهم بس هم ما عطوني وجه. سألت السائق لأني كنت أعرفه من قبل، قلت خير إيش فيهم؟ قال شيء خلى الدم ينشف في عروقي. قال بنت خالد مريضة بالسرطان تيجي تتعالج هنا، المشاوير وتكاليف وترى مرة تعبتهم. أنا تجمدت مكاني، وقتها فهمت ليش سلمت لي ولدي. ما قدرت أتكلم بس قلت خلاص الله يوفقك، ورحت أسأل عنها في مستشفى مكافحة السرطان. الله يعافينا ويعافيكم يا رب. دخلت المستشفى سألت عن خرفتها وروني المكان. مشيت بالممر الطويل قلبي يدق، ما أدري وش أقول لها إذا شفتها. أبوها ما كان موجود وشكلها طلعت تتمشى شوي. يوم رفعت راسها وشافتني نزلت نظرها بسرعة على طول. أنا قلت بسرعة لو سمحت يا كلمك دقيقة بس. ما ردت بس ما قالت لا. جلست قدامها وقلت ترى نورة ما كنت أدري أنك مريضة، بس لو محتاجة شيء أنا موجود ما راح أقصر معك. قالت وهي تشوف في الأرض يا ليت بس خليتوني أشوف ولدي اللي حرمتوني منه. أنا انصدمت قلت الله يهديك يا بنت الناس ليش أحرمك منه. رفعت راسها وقالت بدموع كم مرة أبوي يجي ياخذه وأمك ما تخليه وتقول لا إنك أنت اللي مانع. الأسبوع اللي راح وداني أبوي وأنا بهالحالة اللي تشوفها بس ما خلتني أشوفه. أنا صمت شوي ما قدرت أتكلم، لين بدت تبكي وقالت أنا إيش سويت لك يا ناصر؟ ظلمتك يوم، غلطت بحقك، طلقتني وظلمتني بس ما تكلمت ولا اشتكيت. بس مو مشكلة ربي موجود. أنا حسيت الكلام يعورني، قلت له وأنا مصدوم خلاص لا تزعلي وأول ما ترجعين لبيتك أجيب لك ولدك تشوفينه. والله العظيم ما كنت أدري إنك كنت تجين للبيت، بس ما لحقنا نكمل لأنه جاء أبوها شافني وسحب نظره ما قال كلمة. وقتها حسيت أني غريب بينهم كأني ما كنت زوجها يوم من الأيام. بس كل اللي كنت أفكر فيه أنه أول ما نورة تتعافى راح أرجعها لعصمتي وأعوضها عن كل شي صار بيننا. رجعت للبيت وأنا مخنوق حرفيا. جلست قدام أمي وقلت بعصبية يمه كانوا يجون يدورون الولد وإنتي ما تعطينهم حرام عليك. قالت برود هم ما عمرهم جو يدورون عليه. أنا قلت وأنا أرفع صوتي حرام عليك كم مرة أرسل أبوها وجات هي بنفسها تترجاك، إنتي قلتي أن أبوها ما يبيه. أختي طلعت من الصالة وقالت وهي مستغربة والله ما سمعت أنها جت ولا كنت أدري أنها مريضة. طلعت من البيت وأنا ما أشوف قدامي. اليوم اللي بعده خذيت ولدي ورحت بيت أهلها، دقيت الباب ما أحد فتح. طلع لي جارهم قال تراهم أمس ودوا بنتهم المستشفى ترى حالتها خطيرة.
أنا قلبي طاح مكانه، خليت الولد عند أهلنا وخذيت أختي ورحنا نزورها. لقينا أبوها عند الباب ووجهه متعب، قال بصوت مكسور ترى حالها صعبة، الدعاء هو اللي نحتاجه. ومن يومها صرت أروح معاه كل يوم، نجلس ننتظرها حتى تفوق ويمكن تتحسن. وفي اليوم الثالث بعد صلاة الفجر وأنا في المسجد شفت أبوها واقف قدامي وعيونه كانت مرة حمرة. قال بهدوء نورة توفت الله يرحمها. أنا ما أذكر بعدها إيش اللي صار، بس الشعور اللي حسيته ما راح أنساه في يوم. رجعت البيت وأنا ميت من الداخل، أمي تناديني ما أرد، ما فيني كلام. ماتت وهي مشتاقة لولدها وأنا السبب. طلقتها، حرمتها من ولدها وصدقت كل شيء ينقال لي. والمشكلة بيني وبين أمي كبرت، قالت لي كلام جارح لدرجة خلاني أطلع من البيت وما أرجع أبد. من وقتها 2018 وأنا عايش جسد بلا روح. كل يوم أفكر فيها وأطلب من ربي يسامحني. ولدي خليته عند أهلها، قلت يكبر بينهم أحسن له. لا أنا ولا أمي نستاهل نربيه. صرت أشتغل في الميناء أصرف على أختي وولدي وابتعدت عن كل شيء. كنت راجع من الشغل الوقت ليل والجو هادي، دخلت الغرفة جلست على السرير وفتحت جوالي أشوف مكالمة فايتة من أختي. دقيت عليها على طول، ردت بسرعة وصوتها كان مرة متوتر. قلت هلا وش فيك دقيتي؟ قالت بنبرة مرتبكة ناصر أبي أقول لك شيء بس وعدني ما تصرخ. قلت وأنا أتنهد وش اللي يستاهل عشان أصرخ عليه؟ قولي إيش السالفة؟ سكتت شوي بعدين قالت وهي تبكي يمه كانت مسوية لك سحر. أنا تجمدت مكاني قلت إيش تقصدين؟ وضحي كلامك. قالت بصوت مفحوح الحرمة اللي كانت تجي لبيتنا اللي تقول أنها تقرأ وتفك السحر، ترى هي ما كانت تفكه، كانت تسويه. ويمه هي اللي طلبت منها تسوي سحر لنورة عشان تمرض وسحر لك عشان تكرهها. أنا حسيت قلبي وقف، قلت وأنا أحاول أستوعب إيش قاعدة تقولين أنتي متأكدة من اللي تقولينه؟ قالت بسرعة إيوه والله العظيم متأكدة، سمعتهم بأذني. كنت طالعة من غرفتي يومها وسمعت يمه تكلم الحرمة بالمطبخ تقول لها أبغاك تبعدين ناصر عن نورة، خليه يكرهها، ما أبيها تدخل بيتنا بعد اليوم. أنا قلت وأنا أحس يدي ترجف وأنتي ساكتة كل هالمدة؟ قالت هي تبكي، كنت أخاف، كنت صغيرة وقتها وما كنت أفهم كل شيء، بس بعدين ربطت الأمور، فهمت اللي صار يوم مرضت نورة، يوم تغيرت معاملتك لها فجأة، وكله صار بعد ما كانت الحرمة تجي اليمة. أنا قمت من السرير وأنا أمشي رايح جاي بالغرفة ما أدري إيش اللي أقوله. قلت بعصبية يعني أمي هي السبب، هي اللي خربت حياتي. قالت بصوت مكسور ناصر ترى يمه كانت تكره نورة من البداية، تقول أنها أخذتك منها وأنها سوت فيك سحر علشان تكرهها وتبعد عنها. أنا قلت وأنا أصرخ بس ليه تسوي كذا؟ هي كانت تحترمها أكثر من نفسها. قالت وهي تبكي بصوت مسموع ما أدري، يمكن لأنها كانت تبي بنت خالتي لك، بس اللي متأكدة منه أنها راحت مع الحرمة أكثر من مرة وكانت تعطيها فلوس بعد. أنا سكت ما عاد قدرت أتكلم، كل شي بدأ يدور براسي، كل نظرة قسيتها على نورة، كل كلمة ظنيت فيها غلط، وكل لحظة كنت أسمع فيها أمي أصدقها بدون ما أسمع كلام نورة. قالت أختي بصوت خافت ناصر أنا قلت لك عشان ترتاح وعشان توقف اللوم على نفسك، نورة ماتت مو بسببك. أنا حطيت يدي على وجهي وقلت بصوت مبحوح وشو اللي مو سببي؟ ربي يسامحني، نورة ماتت وأنا أظلمها وقلبي مليان عليها. قالت أختي يمه تغيرت كثير بعدك، صارت تصلي وتبكي كأنها ندمت، بس ما أدري إن كانت تابت فعلا أو لا، ما تبي ترجع. أنا قلت بهدوء أنا خلاص ما أبي أسمع شي ثاني، بس من اليوم ما عاد بيني وبينها شي، اللي تسويه بينها وبين ربي. قفلنا الخط وجلست لحالي أناظر الجدار قدامي وكل شي داخلي انكسر. ما كنت أصدق أن أمي هي السبب، أنا كنت واحد من ضحايا السحر، واليوم ما عندي إلا الندم، ندم على كل لحظة صدقت فيها غيرها وكل مرة ظلمت فيها نورة. وصاحب القصة يقول هذا اللي قدرت أكتبه والباقي ما يعلمه إلا ربي. الله يجعل قصتي عبرة لكل من يسمعها، وادعوا لنورة بالرحمة ويهدي أمي قبل فوات الأوان، وأتمنى منكم تدعون لي ربي ينزع من قلبي الندم ويعيني أبدأ من جديد. وبس خلصنا قصتنا لليوم، عاد والله اني استمتعت وانا ارويها لكم. أتمنى تشاركوني رأيكم بالتعليقات، وبحفظ الرحمن يا حبايب قلبي.